يا جماعة يا ريت نبطل هجص في المرتبات، واللي بيقول لك أنا باخد مرتب 10,000 جنيه واللي يقول لك باخد 20,000 جنيه، ليه؟ حضرتك شغال وزير؟ يا جماعة أنا عارف إن الرقم مش كبير وإن الدنيا غالية، ولكن أنا واحد من الناس مضطر أشتغل شغلانتين عشان يكون إجمالي المرتب بتاعي 11,000 جنيه. فزي ما أنت متخيل كده النهارده هنتكلم على الفلوس وإزاي تعمل فوق ال 10,000 جنيه عن طريق الإنجليزي، يعني أنا English teacher فأنا هاقول لك الطريق، وهاقول لك برضه عاوز أتكلم معاك أكتر في نقطة الفلوس، عشان أنا بجد المجتمع المصري ما فيش أي حد فيه بيتكلم عن الفلوس خالص، يعني الفلوس topic taboo. وشايف إن دي مشكلة، شايف إن دي فعلًا يعني مشكلة بتمنع ناس كتيرة جدًا إن هي توصل لأهدافها، أو إن هي تفتّح مخها شوية، أو إن هي يعني ت ت ت تبقى open minded كده وتتكلم عن الفلوس، وتتكلم عن المرتبات، وتتكلم عن إزاي تعمل فلوس، وإزاي تعمل فلوس أكتر وبتاع. ممكن في channels على يوتيوب بتتكلم في الموضوع ده، ولكن مش حاسس الموضوع منتشر مثلًا زي ما هو منتشر في أمريكا. يعني they're very very open about it. في مثلًا ناس كتير أوي بتتكلم عن الفلوس، وإزاي تعمل فلوس، وإزاي مش عارف أنا باعمل 10,000 دولار في الشهر، إزاي باعمل 100,000 دولار في الشهر وبتاع. ودي الناس اللي أنا باتابعها، والناس دي أثّرت فيّا وفي طريقة تفكيري تجاه الفلوس وتجاه حاجات كتيرة جدًا. فأنا عاوز أكلمك النهارده عن الفلوس، وأتمنى إن أنت تخرج من الفيديو ده بطريقة تعرّفك إزاي تعمل فوق ال10,000 جنيه شهريًا، وit's not يعني that difficult بجد الموضوع مش صعب أوي. شايف إن أكبر مشكلة بيواجهها ناس كتير، من ضمنها مثلًا ناس أنا عرفتها بشكل شخصي في حياتي، ممكن مش ناس مقربين أوي ليّا، ولكن هي بيكون عندها الmindset بتاع اللي هو إيه، الفلوس نادرة، أو الفلوس يعني ما فيش فلوس. برضه أنت ممكن أهلك يكونوا مربيينك على كده، اللي هو يا ابني يعني في expression بالإنجليزي اسمه money doesn't grow on trees. يعني الفلوس مش بتكبر على الشجر، أو إحنا يا ابني إحنا مش بنلاقي فلوس على الأرض. فاللي هو بقى لأ، الفلوس صعبة. طبعًا إن أنت تعمل فلوس مش حاجة سهلة، ولكن هي مش حاجة صعبة، يعني ما كانش حد عمل فلوس، يعني هي كل الناس اللي بتعمل فلوس أونلاين دي مين يعني الناس مثلًا. أنا باتابع content creator مثلًا، واحد اسمه حمزة، تمام. حمزة ده كان بيعمل في الشهر $100,000 أوكي، يعني he makes 100K per month، وهو دلوقتي عامل channel مثلًا بيكلمك إزاي تعمل 10K USD per month، ده اللي هو نُص مليون جنيه مثلًا لو هنتكلم على سعر الصرف دلوقتي. وI have two options، يعني I have two choices مثلًا لمّا أنا بيتقدم لي معلومة زي كده، أنا ممكن أقول أنا عمري ما هاقدر أعمل حاجة زي كده، وممكن تسأل نفسك إزاي أقدر أعمل كده، which is this is the question that I have decided to ask myself. وابتديت في رحلة اللي هو ما أعرفش ممكن ده في يوم من الأيام أوصل للرقم ده، ممكن not، بس أنا حاسس إن أنا في يوم من الأيام هاوصل للرقم ده because I believe I can، أو أنا عندي القابلية اللي هو حاجة زي كده ممكنة، حاجة زي كده هتتطلب شغل كتير ولكنها مش مستحيلة. الpost اللي أنا قريته لك في أول الفيديو ده، أو يعني أنا هاعيد الكلام تاني، يا ريت يا جماعة نبطّل هجص في المرتبات. طيب ده جروب عمومًا اسمه don't work there، الناس فيه بتتكلم، يعني هو في الأول كان معمول جروب عشان الناس تتكلم مثلًا على الشركات اللي مش كويسة في مصر، أو اللي هو تحذير يا جماعة خلي بالكم الشركة دي نصابين، الشركة دي مش عارف إيه. وبعدين الموضوع بقى يعني اتقلب كده لجروب الناس بتتكلم فيه عن شغلها. فواحد منزّل post بيقول يا جماعة بطّلوا هجص في المرتبات، واللي يقول لك أنا باخد 10,000 جنيه واللي بيقول لك باخد 20,000 جنيه ليه؟ أنت شغال فين بقى؟ أنت كدّاب، فاهمني؟ الجروبات دي بينزل عليها بوستات زي كده كتير، وبينزل عليها بوستات من ناس فعلًا بتعمل فلوس، ناس دخلها فوق ال100,000 جنيه، أمّا حد مثلًا بيقول أنا شغال مثلًا software developer باعمل 100,000 per month. Oh my god إزاي؟ ده أنا you're fucking stupid bro like أنت يعني أوكي، بُص أنت مش غبي، أو يعني you're not fucking stupid، بس بجد be open minded. يعني لمّا حد يقول لك أنا باعمل مثلًا X amount of money صدّقه، يعني أنت ليه مش مصدّقه؟ يعني ليه مقتنع إن حاجة زي كده مش ممكنة؟ أنت ممكن تكون مقتنع بإن حاجة كده، يعني حاجة زي كده مش ممكنة عشان أنت الcircle بتاعتك ما تعرفش حد بيعمل فيها كده، ولكن فعلًا في ناس كتيرة جدًا بتعمل 100,000 جنيه في الشهر عادي، في ناس بتعمل 200,000 جنيه في الشهر، في ناس بتعمل نُص مليون في الشهر، في ناس بتعمل مليون في الشهر. بجد أنا زي ما باقول لك كده، يعني this is 10K per month مثلًا، ده يوتيوبر أجنبي، فهو بيشتغل مثلًا في سوق برّه، سوق يعني في ناس بتدفع فلوس أكتر. صعب إن أنت توصل للأرقام دي في مصر مثلًا لو أنت كfreelancer، أو أنت حد بيعمل business أو بيقدّم خدمات، ولكن it's possible، it's not impossible، people already do that. أنا شايف إن أول step ليك عشان توصل للأرقام دي، إن أنت فعلًا تaccept إن في ناس بتعمل كده، وإن الناس دي عارفة حاجة أنت ما تعرفهاش، أنت ممكن تكون مش عارفها، أو ممكن الناس دي هي كانت محظوظة، ممكن تكون هي عارفة حاجة أنت مش عارفها، ولكن أول step إن أنت تتقبّل إن في حاجة زي كده، تمام. وأنا النهارده جاي أقول لك إزاي تعمل 10,000 جنيه في الشهر، أو إزاي تعمل فوق ال10,000 جنيه في الشهر بطريقة مضمونة، أوكي، يعني ده الطريق اللي هو الناس كلّها، في ناس عارفاه وفي ناس مش عارفاه.
الطريق ده هو طريق الكول سنتر alright. فاللي هو oh my god كول سنتر، انا بكره كول سنتر، انا شغفي الجرافيك ديزايننج. okay bro but you need to make some fucking money so that you can pursue your passion alright. اول step يعني step number one، ما ينفعش اتكلم على الباشن بتاعتي وانا مش لاقي اكل. تمام، يعني ما ينفعش اتكلم على شغفي واحلامي وطموحاتي وانا ما عنديش الطبقه الاولى من هرم ماسلو. تمام، تعال نبص كده على هرم ماسلو، ايه هي ماسلوز hierarchy of needs. تمام، عارف الهرم بتاع ماسلو، في هرم كده بتاع ماسلو بيقول لك احتياجات الانسان ايه. اول حاجه هو بيحط ايه physiological needs، هي البريدنج، التنفس، فود، الاكل، ووتر، ميه، شيلتر، بيت، كلوذنج، وسليب. يعني بيت ولبس ونوم، يعني الحاجات اللي هي ايه الماديه. تمام، فانت لازم تحقق الاول يعني الخطوه الاولى من هرم ماسلو. تمام، يعني انت محتاج ان انت تاكل اكل كويس، اكل صحي، ما تاكلش اكل تراش. محتاج ان انت تخلي بالك من عقلك وتخلي بالك من جسمك وتخلي بالك من تكون يعني ساكن في مكان امان، مش في شارع مليان بلطجيه ومليان اشكال، لا مؤاخذه في كلمه، اشكال وسخه. تمام، this is step number one. طيب فانا لما انا احقق الكلام ده بقى، او انا يعني يكون في stability في حياتي ويكون معايا مثلا انا في دخل ثابت بيخش لي طول الشهر 10000 جنيه او فوق ال 10. مرتبات الكول سنتر دلوقتي باي ذا واي في حاجات ب 15 و20 و22. تمام، بجد الكلام ده مش من عندي، انت لو دخلت جروب كول سنتر جوبز ان ايجيبت الكلام ده موجود. اوكي، يعني انا ممكن اخش دلوقتي على جروب بس انا مش عاوز اخرج بره التوبيك. these are real numbers. تمام، دي فعلا اوفرز بتتحط على الجروبات بتاعت الكول سنتر 10K 12K 15K 20K 22K. حتى اخر لسه شايف ريكروتر منزله ستوري لو مستواك في الانجليش سي 1 تاخد 22K، لو بتتكلم الماني بنتكلم فوق ال 20000 وارقام كده. فبجد ذا بير مينيمم از 10K بير مانث، يعني ذا بير مينيمم عشان يعني عشان في 2025 10K از ذا بير مينيمم عشان توفر لنفسك حياه ديسنت. تمام، اللي هو يعني انت شايل نفسك حرفيا، شايل نفسك، شايل الرنت بتاعك، شايل ايجارك، شايل شايل الجيم بتاعك مثلا، وشايل اكل صحي، وبتدخر مثلا كل شهر 2000 3000 جنيه بتحوشهم للطوارئ مثلا. بعد ما انا احوش مثلا 6 شهور وهي it doesn't need to be يعني this or that. فاهمني، يعني انت مش اللي هو انا هشتغل كول سنتر لحد ما يتم 40 سنه زي الناس المتخلفه اللي بتخش الكارير دي ويفضل عندها تشتغل كول سنتر 30 سنه. اوكي they're fucking stupid you don't need to do this. يعني what you need to do ان انت تمشي السلم. تمام، السلم بيبتدي ازاي؟ اللي هو اوكي let's work on the foundation. ايه هي الفاونديشن؟ انا محتاج فلوس عشان اعرف اعيش. تمام، فايه واتس ذا موف؟ ان انا اتعلم انجليزي. طيب وبعد ما اتعلم انجليزي اتعلم انجليزي كويس، اشتغل في كول سنتر. بعد ما اشتغل في كول سنتر يكون داخل لي دخل كده كل شهر بحوش منه وببتدي ابني نفسي. مش لازم بقى هو انا بشتغل كول سنتر فانا مش ببني نفسي، انت ممكن تعمل الاثنين في نفس الوقت. يعني انت كول سنتر ات ذا اند اوف ذا داي هي شغلانه 9 ساعات. تمام، انا 9 ساعات مثلا بقول ساعتين مواصلات دول 11 ساعه. تنزل الجيم مثلا ساعتين ثلاثه، وبعدين مثلا عندك ساعه ساعتين في اليوم تحاول تتعلم فيهم اي مهاره تانية، او في الويكند تتعلم مهاره تانية. ف it doesn't need to be this or that. يعني انت ممكن تعمل الاثنين مع بعض، ولكن نمبر 1 what comes first لو انت شخص لسه الانكم بتاعك اقل من 10000 جنيه وما عندكش سكيلز، ما عندكش مهارات تانية مثلا، يعني ما تقدرش تقدم فاليو تانية مثلا غير الانجليش، فخلاص نبتدي بالانجليش بعدين نبتدي نتعلم مهارات تانية. فارجوك تقبل ان فعلا في يعني مرتب اللي هو 10000 جنيه ده مش مستحيل. واتذكر مثلا قصه شخصيه ان انا قابلت شاب في كافيه، انا مش هذكر اسمه يعني هو رقم يعني ما علينا. وانا لاحظت ان هو بيسمع اغاني انجليزي ويعني بيسمع اغاني انجليزي، بيسمع اغاني كتير وبيغني معاها وبتاع في الكافيه وكده، بس هو شغال في كافيه. فانا متوقع مثلا ان متوسط المرتبات في الكافيه بيشتغل 12 ساعه، نو ويكندز، يعني مش بياخد اجازات في اخر الاسبوع. طيب الراجل ده مرتبه كام؟ ما اعرفش، بس ما اظنش ان هو يتعدى مثلا 6000 جنيه. يعني ما اظنش ان مرتبه يتعدى 6000 جنيه. وما انا كلمته، يعني احنا واحده واحده ابتدينا نتصاحب على بعض و... وفي يوم انا قررت ان انا اكلمه، يعني عرضت عليه المساعده بجد، تعالى 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 انا هساعدك تحسن الانجليش بتاعك، خش الكورس بتاعي وما ما تشيلش هم الفلوس ولا اي حاجه. و ولا يلا كمان يعني يو كان دو ات. يعني روح اشتغل في كول سنتر اعمل فلوس اكتر عشان خلاص بقى، يعني ليتس اسكيب انا عاوزك تهرب من الماتريكس على راي اندرو تيت. فالكونفرسيشن مشيت ازاي؟ يا مثلا يا محمد انا شايف ان كذا 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 وبشوفك بتتكلم وبتاع، ما تيجي ايه رايك اساعدك مثلا تعمل كذا كذا. ايه هو ايه بقى كانت المشكله؟ ان هو كان عنده سيلف ليميتنج بليف اللي هو يعني
هو انت شايف بجد ان انا اقدر اعمل كده؟ انا مثلا لو حد مثلا كلمني من امريكا مش هعرف ارد عليه. ليه يا ابني؟ ليه يا ابني متخيل كده؟ ليه متخيل ان انت لو حد كلمك من امريكا مش هتعرف ترد عليه؟ ليه متخيل ان انت مش هتعرف تعمل 10000 و20000 و100000؟ ليه؟ يعني at least fucking try. يعني I think you deserve a shot. تمام. بس طول ما انت عندك السيلف ليميتنج بليف بتاع اللي هو انا مش هعرف، then مش هتعرف، وهتفضل في نفس مكانك في نفس الحته دي كده ومش هتخرج منها، وهتفضل محاط بناس في نفس الحته دي كده، اللي هي الناس اللي هي بتقول لك ليه يا عم انت وزير 10000 جنيه في الشهر، ايه وات ذا فاك. مش هتطلع بره الدايره دي غير لو انت اتعرفت على ناس يعني بره الدايره دي، او انت بتشوف محتوى مثلا بيتكلم عن الفلوس دي. وما اعرفش، ممكن عمرك ما تخرج براها، ممكن لحد ما يكون عندك 40 50 سنه وتكون من ضمن الناس اللي هي بتعمل 2000 جنيه 3000 جنيه في الشهر. I don't want this for you man, like I really don't want this for you. ولو انا فتحت البوست ده ممكن نقرا الكومنتات مع بعض كده. انا فاتح البوست دلوقتي. تعالى نبص مع بعض. فين. محتاجين نصور نفسنا شوية. آه آه محتاج أتعلم استعمال OBS. طيب أنا دلوقتي فاتح فيسبوك، البوست ده من 2024. تعالوا نشوف الكومنتات كده الناس بتقول إيه. آه أقل من 12000 جنيه دي مش مرتب، ده إكرامية، الناس عاملة له لايك. تمام. مرتبك 11000 جنيه في الشهر ليه يا عم وزير؟ الهوكس هو إن أنت تشتغل بمرتب أقل من احتياجاتك المادية التي لن تقل عن $500. أنا عندي 24 سنة ومرتبي 17000 ومش طايق نفسي وقاعد ليه لأن أنا مش قادر أجيب أوفر محترم. أنت مش عايش في الدنيا للأسف. عايز أقول لك إن في ناس بتقبض 100000 جنيه. 10000 جنيه مرتب كبير. عرفت الشركات بتبخس الناس ليه؟ إيه يا جماعة راعوا الناس اللي بتقبض 4000 جنيه مش كده أمال؟ طيب المرتبات دي موجودة وأعلى من اللي أنت كاتبه، بس على حسب أنت هتشتغل فين وإيه اللي يؤهلك. أكتر شغل الناس بتكرهه كول سنتر من أول إنجليزي، مرتباته بتبدأ من 9000 صوفي وبيعلى على حسب الأكونت والشركة. طول ما أنت بالعقلية دي هتفضل في البروفايل بتاع المرتبات دي. ده مرتبي، نزل كام؟ We are pleased to offer you an employment LTD as an associate sales manager. جاله كام مش عارف بالإنديان روبي 200 275,000. This guy is fucking amazing. Good job man. Good for you bro. فاهم؟ I want you to watch this and think how can I fucking do this? How are these people making so much money? What am I missing? فاهمني؟ او اللي هو يعني at least believe ان حاجه زي كده ممكنه. فاهمني؟ This is all I'm asking you. لحد ما انت تعرف انت تقدر تعمل ايه او ايه المهاره اللي انت ممكن تكتسبها عشان تعمل دخل زي كده. Start with the foundation. الفاونديشن لاي حاجه في كاريرك هي الانجليش. Please learn English. Please work on your English. You have no excuse to not be able to speak English. ما عندكش اي عذر. انت you already know what you need to do. اوكي. حتى مثلا انا ما سجلتش فيديوهات لسه عن كيف تتعلم اللغه الانجليزيه. لسه بجهز حاجات. ولكن بجد اشتغل باللي انت عارفه. افتح ابراهيم عادل، افتح دي امريكان انجلش، افتح ريتشلز انجلش. انت تابع ياسمين خالد على تيك توك واعمل الحاجات اللي هي بتقول لك عليها. اعمل شادوينج. just fucking do something. do. طيب هو الفيديو مش عارف ايه اللي حصل فيه، كانت فيه مشكله في الصوت وظهر وانا بمنتج just do anything bro. يعني just do anything. start with what you have. ابتدي باللي معاك، ابتدي باللي انت عارفه، افتح السيل بتاعك. do something. just do something every day 1 hour per day. اعمل اي حاجه، اتفرج على فيلم حتى بجد لو مش هتطلع منه كلمات، حتى لو انت مش فاهم اي حاجه اتفرج على فيلم كل يوم عشان انا هي دي الطريقه اللي انا اعرفها عشان اتعلم انجلش. اعمل شادوينج عشان هي دي الطريقه اللي انا اعرفها عشان اتعلم انجلش. امسك الكتاب طلع منه كلمات عشان هي دي الطريقه اللي انا عارفها. افتح بجد اعمل اللي انت عارف تعمله. you already know what you need to do. انا مش عارف ايه الطريقه المثاليه ان انا اعمل كونتنت، بس انا بعمل كونتنت وخلاص. انا مش عارف الطريقه المثاليه لاداره البيزنس، بس انا بعمل بيزنس. طب I don't fucking know. I'm learning. يعني انا بتعلم وانا بعمل حاجه. بس اهم حاجه ان انت تبتدي تعمل حاجه وبعدين وانت بتعملها هتتعلم لحد ما تلاقي الطريقه المثاليه. لازم يكون في انت ماشي في اوريدي طريق وبتحاول بقى بجانب يعني في وقت فراغك بتدور على الطريقه المثاليه. ولكن اهم حاجه ان انت تبتدي تعمل اي حاجه ويكون المايند سيت بتاعك كده، الجول بتاعك انا لازم اعمل 10000 جنيه في الشهر، وانا بعمل اللي انا بعمله ده عشان اعمل فوق ال 10000 جنيه في الشهر، وعشان انا عاوز اغير حياتي وعاوز اغير وضعي المادي. وممكن انت تكون مسؤول عن عيلتك او مسؤول عن ناس تانية في حياتك، او يعني ما تضمنش ايه اللي ممكن يحصل بكره. فما تحطش نفسك في وضع صعب عشان اما تكبر ما تجيش تقول يا ريتني كنت عملت كذا كذا، يا ريتني اصل انا بسمع الكلمه دي مثلا من ناس سنها فوق ال 30 ولا 40، يا ريتني اتعلمت انجليزي. تمام. ماشي. بس it's not too late to start.
ولكن لو انت سنك فوق يعني تحت ال 30 او تحت ال 30 مثلا وبتتفرج عليا، ليه نقول كلمه الريتم؟ مالهاش لازمه. ابتدي من دلوقتي. you already know what you need to do. انت عارف انت محتاج تنزل الجيم، فانزل جيم دلوقتي النهارده. عارف انت محتاج تقرا دلوقتي. عارف انت محتاج تبطل قاعد على تيك توك بتسكرول كده. stop scrolling on TikTok. take care of your fucking mind. take care of your body. start now. start today. انت عاوز حياتك تبقى عامله ازاي؟ عاوز حياتك تبقى عامله ازاي؟ ها you already fucking know. you already have an imagination. انت متخيل حياتك عامله ازاي. فكر مثلا وانت عندك 15 سنه كده، انا لما اكبر هكون عاوز اعمل كذا كذا. why haven't you done it؟ ما عملتش اللي انت عاوز تعمله ليه؟ لو انت خايف بطل خوف. بطل. لو انت مقتنع اللي هو انا مش هعرف اعمل كده، fucking change that. why do I think like that؟ فكر كده امسك ورقه وقلم وجورنال. اوكي، اكتب كده عن افكارك وعن مشاعرك. انا ليه حاسس ان انا عمري ما اقدر اعمل 10000 جنيه؟ بجد اكتب السؤال ده على ورقه وقلم كده وجاوب عليه. عشان كذا 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 كذا، وعشان عيلتي، وعشان صحابي بيقولوا لي كذا كذا، عشان انا شايف نفسي ان انا كذا كذا، وحاسس ان انا مش بعرف اعمل كذا كذا. بعدين بقى الحاجات اللي انت تكتبها دي، اسال نفسك عليها اسئله تانيه. هو انا ليه مثلا شايف ان انا ما اقدرش اعمل حاجه زي كده؟ عشان انا مثلا حاسس ان انا رؤيتي لنفسي 1 2 3 4 5 6، وانا افتقد مهاره 1 2 3 4، وافتقد العلاقات مثلا او الكونكشن. طيب how can I solve this problem؟ طيب انا محتاج ان انا اعمل علاقات مثلا مع ناس شغاله في كول سنتر. تمام، خش جروبات الكول سنتر. يا جماعه انا محتاج مساعدتكم. ازاي اشتغلتوا في الشغلانه دي؟ اكتب بوست كده هتلاقي 70 واحد بيرد عليك. ممكن اكلمك، ابعت له مسج كده ريتش اوت. ممكن اكلمك اسالك، ممكن اتصل بيك على التليفون. ها قول لي اديني نصيحه اعمل ايه، ازاي اعمل اللي انت عملته، ايه اهم حاجه مثلا اخليها في بالي. اوكي، طيب حلينا مشكله الكونكشن، انا محتاج احل مشكله الانجليزي. just fucking go on YouTube. اكتب كده على يوتيوب how to learn English. تمام، هيظهر لك 200 فيديو. اكيد هتلاقي فيهم حاجه مفيده، اكيد هتلاقي فيهم حاجه مفيده، اكيد هتلاقي طريقه. تمام، شوف اي طريقه حاسسها مناسبه بالنسبه لك and start doing it. تمام، انت حاسس الطريقه مش مثاليه، just do it. just do it. يعني بجانب ان انت اوريدي تعمل حاجه، اوريدي بحط ساعتين كل يوم، ساعه كل يوم للانجلش. وببتدي بقى ادور بقى ايه هي احسن طريقه، اسرع طريقه لتعلم الانجليزي. تمام، بس the first thing you need to do is to fucking do. شكرا لاستماعك. انت كنت بتسمع بودكاست ريل توك. لو انت بتسمعني على سبوتيفاي انا اسمي شريف عبد الباسط. ولو انت بتسمعني على يوتيوب شريف عبد الباسط برضه. شكرا على استماعك. اشوفك في فيديو جديد. احلى مسا عليك.